السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ حورية. اليوم جبت لكم طبخة أو كيفية تاع تليتلي أبيض. المرة هذه مانيش راح نفورو قبل وعدتكم وقلت لكم نجيب لكم الطريقة. المهم نبداو بسم الله. درت البصلة ربيتها نص راس بصلة وزوج سنة ثوم ربيتهم ودرت معاهم 5 مغارف زيت والفحات ذواقة على بالكم دير ذواقة والملح كما تحبي حسب الذوق تاعك والفلفل الكحل لازم الفلفل الكحل انا ندير الكحل اللي عندها الابيض دير الابيض والحمص نخلوهم يتقلاو مليح ونمرقوهم بالماء سخون ونخلوهم يطيبوا مع الدجاج طبعا حسب الكميه اللي عندك ولا حسب افراد العائله. هنا درت نص صدر وركبه ونضيف الفلفل الحار ونغلق عليهم. ومن جهة أخرى نجيبو تليتلي نجيبو مقلة ولا برمة نديرو فيها الزيت مغرف فقط ونقليوه مليح خلوه يتقلى يولي كعبة بكعبة ونمرقو. أنا درت كيلو تليتلي مع كيلو ونص ماء ونضيفو الملح ونحركو ونخلوه على نار قوية. كي تفوتي تشوفيه يفوت يتغالى المرة الأولى تحطيه فوق نار عالية قوية يعني تحركيه حتى يتغالى تنحيه وتحطيه فوق نار هادية وتخليه ما تضيفي له حتى شي لا تحركيه لا والو. من بعد تهبطيه في بلاطة فوق وتعدليه وتسقيه تجيبي لاصوص. هنا اللحم طاب الحمص طاب كلش طايب. تسقيه بلاصوص مليح وتضيفي له مغرف زبدة باش يجي القو تاعو بنين كما تشوفي. هنا لاصوص تاعي ما صفيتوش نخليه طول كيما هيك جامي نصفي لاصوص نحبو بيه بفاح وببصلته بثوم نخلطه مليح باش يشرب وهو كي يدخل الفرن ويزيد يشيح شويه وينشف. مالا نتيا شربيه مليح قبل ما تدخليه ونحطو القرون تاعنا تاع الفلفل نضيفو مغرف زبدة او نصف مغرف باش يجينا بنين. ونحطو اللحم. هنا كما قلت درت نص صدر تاع دجاج والركبه وانتي اللي عندك حسب مقدورك واش عندك حطي. ونزيدو نسقيوه شويه قلت لكم يدخل فور يزيد يشرب ويتجمر مليح. المره اللي فاتت نعتولكم يا اخي درت لكم فيديو كيفاش يفور وقداش نفوره. وهنا اللي ما يحبش يفور ولا ما عندوش الوقت باش يفور يدير الطريقه هذه ندخلو في الفور ومن بعد نخرجوه كما شفتوا اللحم تحمر جاي يهبل الريحه تهبل في الكوزينه وطعمته ولا اروع. جربيه ورديلي بالخبر وادعيلي ما تنسيش تدعيلي. البنات وصلنا نهاية الفيديو. انا ما نحبهاش النهاية خلاص نحب دايما نقعد معاكم ونجيب لكم غير جديد. تبقاو على خير الى فيديو جديد او طريقة جديدة.